السلام عليكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الأهرامات الليبية. كان الليبيون القدامى يدفنون موتاهم كما يفعل الإغريق، أي ممددين على ظهورهم، باستثناء النسومونيس سكان سرت، فهم دفنوهم جالسين القرفصاء، وحرصوا على أن يكون الإنسان جالسا عند خروج الروح حتى لا يموت وهو مستلق على ظهره. هذا ما قاله هيرودوتس بعد تجواله في ليبيا في القرن السادس قبل الميلاد في كتابه الرابع أو الكتاب الليبي، من دون أن يذكر الحكمة من هذا الدفن. ولكن هذه الطريقة في الدفن لم تقتصر على سكان سرت كما يشير هيرودوتس، بل كانت شائعة في مقابر جرمة بالجنوب وفي بعض مناطق غرب ليبيا. الدفن جلوسا كما يشير هيرودوتس، وكما تنتشر آثاره عبر الصحراء الليبية، يأخذ القبر فيه شكل النصب أو الهرم الصغير، حيث يكون عريضا من الأسفل ويضيق في الأعلى ليضم الرأس. يأخذ باختصار شكل المثلث، وشكل المثلث أيقونة ليبية دائمة الحضور على مدى 10,000 سنة ماضية من رحلة الليبيين عبر التاريخ. فقد كان التكوين الأساسي لرسم الإنسان في لوحات فناني ما قبل التاريخ الليبي مع الدائرة التي نقلت شكل الرأس البشري، ليدخل المثلث بعد ذلك في أيقونات المعبودة تانيت الليبية، حيث ترسم بمثلثين ودائرة، لينتقل بعد ذلك تلك المرحلة إلى النسيج الليبي، فنجده في السجاد والبسط الليبية، وأيضا في حلي النساء. شواهد القبور لم يكن المدفونون جلوسا بحاجة إليها، فقد كان القبر المنتصب باتجاه السماء شاهدا ممتازا على وجود ميت هنا وعلى تطلعه باتجاه الآخرة، على عكس قبور المدفونين جلوسا. احتاجت القبور الأخرى إلى شواهد، فنصب الجرمنت شواهد على شكل يد أو خميسة من الحجر، وبنى سكان التخوم كما سماهم الرومان فيما بعد في المنطقة الممتدة من مزدة غربا وحتى بنجيم شرقا المسلات العالية كشواهد وتمجيد الميت. وتنتشر هذه المسلات حتى الآن عبر أودية بني وليد، وأشهرها مسلات المردوم المطلة على وادي إليس. المعتقدات الليبية في الموت والبعث والآخرة تتجلى قبل عصر الكتابة، وأيضا في التحنيط الذي يعود تاريخه إلى نحو 5500 سنة، وهو عمر المومياء الليبية. طرق الدفن التي أشرنا إليها أخذت تتطور نتيجة لتطور معتقدات تخص الموت والبعث، طورها الليبيون القدماء ووصلت إلى بناء الأهرام. كانت جرما كما يشير هيرودوتس في كتابه الرابع مدينة صحراوية مزدهرة تسيطر على طرق التجارة بين البحر المتوسط وإفريقيا، وكانت في ذلك الوقت أحد مراكز تجارة العبور المهمة. ونتيجة لذلك الازدهار الاقتصادي ازدهرت الحياة الثقافية، وتطورت طرق التدين وطقوسه، وترسخ الاعتقاد بالقيامة واليوم الآخر وعودة الموتى في حياة أخرى. من أبرز تجليات هذا الاعتقاد كان بناء الأهرام لتخليد الموتى وضمان سلامة أبدانهم حتى يوم القيامة. وبنى الجرمنت لملوكهم أهراما كثيرة، هي بالتأكيد ليست بعظمة أهرام مصر، ولكنها بنيت للغرض والدافع الديني ذاته، ويصل عمر هذه الأهرام إلى نحو 3000 سنة، أما عددها ف20. وفي الحطية التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن جرما ينتصب 20 هرما ليبيا كاملا، هي مقصد سياحي ومكان أثري مهم، خصوصا لدى الجيل الجديد لما تمثله من إرث تاريخي. بنى الأهرام الليبية مواطنون بأساليب ومواد بناء ليبية خالصة، بنيت بالطين والقليل من الحجر وبطريقة ضرب الباب كما عرفت في ليبيا حتى ستينات القرن الماضي، وهي تقضي بعجن الطين وتخميره ووضعه في لبان، ويصب الطين بين كل حجرين ويدك بقوة ويترك حتى يجف ويتماسك البناء، لينتقل البناؤون بعد ذلك إلى الحائط الآخر. هكذا كانت تبنى البيوت، ويقوم بذلك كل الجيران والأقارب، ويسمى هذا العمل الجماعي التطوعي الرغاطة. وشيد بناة الأهرام الليبية أهرامهم على ذلك النحو،
وقد تأخذ الأهرام شكل المثلث الذي قدسه الليبيون قرونا طويلة، ويصل ارتفاعها كما البيوت إلى 4 أمتار، وتحت كل هرم القبر أو غرفة الدفن. 20 هرما هي ما تبقى من أعمال بناة الأهرام في الحيطة قرب مدينة جرما عاصمة جرمنت في الجنوب الليبي، قد لا يعرفها العالم ولا حتى الليبيون. ولا تنسوا الاشتراك واللايك، ولا تنسوا المشاركة.